ولسه مكملين منظفاتنا المنزلية اللي ما بتخلصش. النهاردة هعمل معاكم شامبو للإيدين. عايزة أقولك بقى مرطب كده للإيد وحلو جدا. بإيه؟ بالصابونة دي، بأي صابونة عندنا هنعمل كمان شامبو للإيدين، حاجة ولا أروع من كده. وعايزة أقولك لو انت مش عندك صابون، انت ممكن تستخدمي من بواقي صابون انت بتخزنيها، اللي هي البواقي الصابون الصغيرة دي، تاخديها كلها وتمسكيها بقى كده وتبشريها كويس جدا. هنبشر بقى الصابونة دي، انا هستخدم صابونة واحدة وهوريكم الصابونة الواحدة دي هتعمل معايا كمية قد ايه، يعني توفير التوفير. عايزة اقولك شامبو الايدين غالي جدا، فانا قلت طب ما انا اجرب واعمل بدل ما انا اتدبس واشتريه. لا خلاص، انا بصراحة من بعد ما استخدمته ولقيته حلو جدا، يعني مش هجيب كده شامبو للايدين تاني، انا هعمله بعد كده في البيت. هنا بقى بعد ما بشرنا الصابونة نزلت عليها بكوبايتين مية سخنة، وهسيبها بقى من ساعتين لحد ما تبرد خالص، لحد ساعتين بالظبط. والساعتين التانيين هحطهم في التلاجة تتماسك كده شوية مع بعضيها، وبعد كده اطلعها بقى من التلاجة. الخليط بقى بصي عامل ازاي بقى، زي الكريمي كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدأ ان احنا نديله كوباية مية سخنة وادوبهم كده مع بعض وخلاص. طبعا دي بقى القوام ده تتحكمي فيه بقى براحتك، انت عايزاه تقيل عايزاه خفيف، دي حاجة ترجع لك جدا. انا عايزاه قوامه ويبقى وسط كده زي شامبو الايدين اللي انا بشتريه من بره. وعايزه اقولك هوريكي في الاخر احنا عملنا شامبو الايدين بأقل التكلفة، ووفرنا ودبرنا، ومش هنشتري اي حاجة تاني من بره. ولو اي حاجة غليت من بره، لا احنا هنعملها في البيت بأقل التكلفة ومش هتكلفنا حاجة، وهتديكي برضو نفس النتيجة اللي انت عايزاها. هنا بقى طبعا ضربتهم كويس جدا زي ما انت شايفة. بصي الخليط عامل ازاي، كريمي وجميل وحلو جدا. هبدأ بقى انزل عليه بأي زيوت. عندك زيت جوز الهند حلو جدا، انا هنزل عليه بزيت جليسرين بريحة العود. حطيت كده معلقة كبيرة، وهبدأ ان انا ادوبهم كده مع بعض. وعايزة اقولك بجد ريحته وبعد ما بغسل ايدي بيرطب الايدين، ما بينشفش الايد خالص، حلو جدا. انت ممكن تحطي بقى زيت ورد، اي حاجة انت حباها من الزيوت حطي. انا هنا بقى العلبة بتاعتي اللي هي بتاعت الصابون الايدين، انا هملاها معاكم. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، حابه تزوديه تاني يبقى اخف يبقى مفيش مشكله خالص. انا هنا حابه القوام اللي انت شايفاه ده. هبدا بقى ان انا املى العلبه بتاعت الشامبو الايدين بتاعتي، وطبعا اللي هيفضل هحطه في ازازه تاني او اي حاجه، وبعد ما بتخلص اروح حاطه تاني في الازازه اللي هي بتاعت شامبو الايدين. عايزه اقولك بجد حلو جدا، هستناكم كلكم تجربوه قد ايه بجد، يعني بيرطب الايدين. اهم حاجه برضو الزيوت اللي انتوا بتحطوها هتفرق كتير جدا. اي زيت انت بتحبيه تحطيه، عندك زيت الورد بيرطب، زيت جوز الهند، زيت الخروع برضو حلو جدا على فكرة، زيت الجليسرين، اي زيت انت حباه تحطيه هيديكي برضو نفس النتيجة بتاعت الشامبو. بصي بينزل واحدة واحدة اهو، فما فيش احسن من كده. وادي احنا دبرنا ووفرنا. ولو انت بقى كملت الفيديو معايا لحد هنا، ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل، عشان كل فيديو جديد يوصلك. الناس اللي بتحب تتفرج بتعمليش لايك ليه؟ اللايك على فكرة والله العظيم بيشجعني وبيدعمني وبيخليني ان انا انزل فيديوهات تاني واعمل لكم افكار تاني وتاني، علشان نقدر ان احنا نتحدى الغلا اللي احنا بقينا فيه. اي حاجة احنا شايفينها غالية احنا هنعمل البديل بتاعها في البيت، وهتبقى بارخص التكلفة جدا. من صابونة واحدة عملنا الكمية دي. تعالوا بقى نغسل ايدينا واوريكم. بصوا ان هما بصوا وبيرغي جدا وحلوة قوي قوي. وزيت الجليسرين اللي انا حطيته قد ايه بيرطب الايد، حلو جدا جدا، وما فيهوش اي حاجة خالص
احسن بجد، واحسن كمان لو انت بتستخدمي كمان الناس اللي هي بتستخدم بصل صابون، انت ممكن تعملي الفكرة دي هتبقى حلوة جدا. وكمان لو انت عندك اطفال بيحبوا بقى يغسلوا ايديهم ويقعدوا بقى يعملوا بالصابونة كده ويلعبوا ويبوشوها وحاجات كده اللي بتحصل من الاطفال دي، لا حلو جدا الفكرة دي. يا دوبك بس ايه من العلبة وحتة من الصابون. وبصي عايزة اقولك رطب ايدي جدا جدا، حلوة قوي. هخلص بقى الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وهحط بقى الكمية الباقية في ازاز زي ما قلت لكم هعمل ايه. وزي ما انتوا بصوا شايفين نزل بسهولة جدا. تعالوا بقى نقفل العلبة دي وهوريكم وهو نازل اسهل من السهولة، ما فيهوش اي حاجة. ادي الكمية بتاعتي من صابونة واحدة، من الصابونة اي نوع صابون بقى. لو عندك برضو اللي هي البواقي بتاعت الصابون استخدميها برضو. زي ما انت شايف اهو نزل بكل سهولة. بصي مفيش اسهل من كده، وفرنا ودبرنا ومش هنشتري شامبو الايدين تاني، لا ده احنا هنعمله في البيت. اسهل حاجة، ترطيب عالي جدا. وبصي مفيش احسن من كده، اقتصدنا. وخلاص كده خلصنا. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك. باي باي.